حبايبي سنيورون عاملين ايه الاخبار؟ النهارده مع بعض هنحل ويك 9 اسسمنت بتاع ويك 9، وكمان هنزل لك فيديو للاسسمنت بتاع ويك 10. خدها معايا فرصه ان في وقت كده احنا مع بعض هنعمل زي ريكاب سريع على اجزاء الليسون بتاع السويل شابتر 3، وكمان خدها فرصه ان انت تفهم اكتر كمان في ويك 10. وهنزل لك مراجعه من الاخر فيها كل النقاط اللي موجوده في المنهج. هعمل لك كمان فيديو حل الاسئله وهنحل امتحانات شامله هنغطي بيها كل الاسئله اللي متوقع ان هي تكون في الامتحان. انا عايزك تركز معايا، اقلامك كراساتك شاي كوباياتك، ويلا بينا نحل اسسمنت 9. يلا بينا. تعال نشوف اول سؤال بيقول ايه. اول سؤال عندك بيقول لي explain most organisms depend on soil for their existence. يعني ايه الكلام ده؟ ازاي السويل بتوفر بيئه او شيء اساسي للعيشه للاورجانيزم؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي عندي السويل دي بتوفر حاجات كتير اساسيه لاورجانيزمز عايشه فيها، زي مين؟ زي الانسكتس وزي البكتيريا وزي الفونجي. بتوفر لهم ايه؟ بتوفر لهم نيوترينتس وبيئه كويسه ان هي تعيش فيها. حلو الكلام؟ جميل قوي. في بيئات مختلفه في حاجه واحده اللي هي السويل. طب ايه تاني؟ عندك حاجه تانية زي البلانت. البلانت نفسه محتاج السويل دي عشان السويل بتوفر له نيوترينتس ووتر واير زي ما احنا متفقين، وبالتالي فالبلانت بالنسبه للسويل، السويل بالنسبه لها هي ايه؟ بيئه سيوتبل تقدر تعيش فيها، وتديها النيوترينتس على اختلاف كل انواع النباتات. يبقى حضرتك لما تيجي تكتب له هتكتب له ايه؟ تعالى مع بعض. اول حاجه عندك هتقول لي والله ان هي بتوفر له عندي هابيتات، بيئات، هابيتات فور ميني اورجانيزم. زي مين؟ زي عندي الانسكتس، وزي عندي مين تاني؟ بكتيريا، وزي مين؟ جدع الفونجي. طيب دي كده اول حاجه. طب تاني حاجه عندي، تاني حاجه عندي مين؟ البلانت. جميل. البلانت عندي السويل بالنسبه لها ايه؟ suitable environment for many various species, for many various plant species. حلو الكلام؟ يبقى انت كده انا عندي السويل بتوفر عندي هابيتات، بيئات لمختلف الاورجانيزم زي الانسكتس والفونجي والبكتيريا، وكمان بتوفر للبلانت suitable ايه؟ environment ان هي تستقر فيها، وكمان بتوفر لها الايه؟ الاير والووتر والنيوترينتس. يلا بينا على السؤال اللي بعده. What is meant by السويل؟ يعني ايه سويل؟ حضرتك السويل دي عباره عن ايه؟ طبقه رقيقه متدشمله، خلاص، بتكفر الايه؟ الارث سيرفيس او اللاير بتاع الارث سيرفيس. حلو الكلام؟ اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي اسمها الكراست. يبقى هتقول له ايه بمنتهى البساطه الشديده جدا؟ ان انا السويل عندي دي عباره عن ايه؟ عباره عن لوس لاير مالها؟ كفر الارث كراست. صعب الكلام؟ مفيش اي مشكله. طيب تعالى على اللي بعد. بيقول لك ايه؟ هاو از ذا سويل فورمد؟ ازاي السويل دي اتكونت؟ حضرتك عارف ان هي اولا بتاخد تنس تو ثاوزند، بتاخد عشرات والاف السنين عشان تتكون، ده مبدئيا. طيب بتتكون عن طريق ايه؟ بتتكون عن طريق حاجه اسمها الويذرنج، وقلنا ان الويذرنج ده ليه انواع، اللي هو الفيزيكال والكيميكال والبيولوجيكال. حلو الكلام؟ طيب تعالى بقى نشوف الكلام اللي احنا هنقوله ايه. مبدئيا كده السويل فورمد بالنسبه لي عن طريق حاجه اسمها الويذرنج. جميل. سواء كان فيزيكال، سواء كان كيميكال، او بيولوجيكال. صعب الكلام؟ حلو الكلام؟ طيب ماله بقى يا سيدي؟ قال لك اتكون عن طريق الويذرنج من ايه؟ from all types of ايه؟ of rocks. ما هو سيادتك هو كان ايه اللي بيتكسر ده اصلا؟ يعني ايه اللي كان بيحصل له ويذرنج؟ فبالتالي ويخش بقى في سايكل طويله عريضه تاخد عشرات الاف السنين عشان خاطر يكون لي السويل. الروكس
اللي هي كانت عندي الروكس دي كام نوع؟ كان عندي 3 اللي هم السيدمنت، سيدمنتري روك، والاجنيوس، والميتامورفيك. الصخور الرسوبيه والايه والناريه والمتحوله اللي هم سيدمنتري، اجنيوس، ميتامورفيك. صعب الكلام لغايه هنا؟ لا يا سيدي. طب تعالى على اللي بعد، سؤال في منتهى الجوده، سؤال جميل جدا. بيقول لك identify the type of weathering for each of the following process. هجيب لك شويه بروسيس وتقول لي البروسيس دي كانت تبع انهي ويذرنج. زي ما انا لسه قايل لك من شويه ان الويذرنج عندي كانوا 3، مين ومين ومين؟ فيزيكال وكيميكال وبيولوجيكال. طب واحده واحده نراجع مع بعض كده بسرعه قبل ما نخش. الفيزيكال عندي جميل كانت بتتقسم لاثنين، يا فيزيكال يا ميكانيكال، وكانت بتعتمد على جدع لما بيحصل ريبيتنج للميلتنج والفروزن. حلو الكلام؟ طيب وكان عندي برضو بسبب الويند. مظبوط؟ جميل. طب الكيميكال تحديدا، الكيميكال لازم يكون داخل فيها ووتر. جميل. الووتر عندي بيبدا ان هو يتفاعل مع الروكس خلاص، او المينرالز اللي موجوده في الروكس، ويبدا يعمل لي تاكل. طيب كمان عندك البيولوجيكال دي اي حاجه داخل فيها اورجانيزمز، اي كائن حي هتلاقيه داخل بيعبس في الروكس، ده بالنسبه لي يعتبر بيولوجيكال. حلو الكلام؟ طب تعال نشوف بقى نطبق الكلام ده على الاسئله دي. تعال بيقول لك اول سؤال عندي the fragmentation of rocks due to the temperature change. انا قلت ايه؟ قلت temperature change and repeated freezing and thawing of water in rocks. طيب انا مبدئيا كده وانس اني جيت كلمتك قلت لك temperature وقلت لك ان انا عندي فروزنج او repeated freezing، ده بالنسبه لي ايه؟ فيزيكال. بالنسبه لي فيزيكال. تمام؟ طيب اللي بعده بيقول لك the fragmentation of rocks due to cracks or mechanical process when rock rub against each other during transportation by wind. شفت انا جبت لك اكتر من حاجه اهو. and current water ده بالنسبه لي فيزيكال برضه يا معلم. فيزيكال يا معلم. لا اصحى معايا كده وكوبايه الشاي جنبك. تعال اللي بعده بيقول لك ايه؟ the fragmentation of rocks due to falling it under the effect of earth gravitational. وبالمناسبه ان انت عندك الارث جرافيتيشنال دي برضه ديبند على الويذرنج او الفيزيكال ويذرنج ديبند على الجرافيتيشنال ايرث خلاص، او الارث جرافيتيشنال. دي بالنسبه لي تعتبر برضه يا معلم فيزيكال. طيب ايه كمان؟ هو كله فيزيكال الواحد كلها ما فيهاش غير فيزيكال ولا ايه؟ تعالى بيقول لك ايه؟ بيقول لك the fragmentation of rocks due to the decomposition of mineral component of rocks in the presence of water through change their chemical composition. يعني انا مش عارف الراجل اللي هيغششك اكتر من كده ايه عشان تفهم. الراجل قال لك مبدئيا اول شرط عندي الووتر، ثانيا عندي chemical composition. يعني انا هنا بكلمك على chemical weathering، يبقى انا اكلمك على ايه؟ على chemical weathering. خش على اللي بعده بيقول لك the fragmentation of rocks due to reaction rocks mineral with air and other chemicals. يعني انا بقول لك رياكشن وبقول لك كيميكالز. ايه جدع صح؟ كيميكال برضو ويذرنج، يبقى ده بالنسبه لي كيميكال ويذرنج. طب اللي بعده بيقول لك the breakdown of rocks by living organism. يعني انا حصل عندي بريك للروكس مش بسبب ولا حاجه كيميائيه ولا بالنسبه لي كحاجه فيزيائيه، لا ده انا حصل بسبب living organism. جه حيوان جه قاعد يخربش في الحجر، يبقى انا بالنسبه لي ده ليفنج اورجانيزم. انا بتكلم هنا عن بيولوجيكال ويذرنج. خلاص بكلمك عن بيولوجيكال ويذرنج. طيب اللي بعده بيقول لك ذا بريك داون اوف روكس باي انيمال، باي حيوان. ذا ديج روكس هيلب ووتر اند اير انتر ذا روك. خلى ان الميه والهواء يخشوا الروك اللي هم هيساعدوا على تاكل الروك وتفتيتها بعد كده. فده بالنسبه لي برضو بيولوجيكال ويذرنج. ليه بيولوجيكال مستر؟ بيولوجيكال ويذرنج اهو عشان انا بكلمك دلوقتي لسه في ليفنج اورجانيزم وبكلمك في حيوانات. طب تعالى على اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك بريك داون اوف روكس باي جروينج بلانت روتس انتو كراكس ان ذا روك. يعني انا حصل عندي الروتس بتاعت النبات، الجذور بتاعت النبات بدات تطلع وبدات ان هي تتوغل في ايه؟ في الكراكس او في الشوك بتاعت الحجر فكسرتها. هتقول لي يا مستر ما هو ما فيش حيوان. اقول لك ما جميل، ما هو ما فيش حيوان فعلا، بس ده ليفنج اورجانيزم ولا لا؟
يعني انا النبات عندي ده مش كائن حي؟ ما هو كائن حي، رد عليا. فبالتالي يبقى ده بالنسبه لي بيولوجيكال برضه. منتهى الجوده ومنتهى السرعه ومنتهى الاداء. تعال على اللي بعده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك what are the main four component of the soil. تعالى واحده واحده كده نفتكر مع بعض. بيقول لك ايه اكتر او ايه الاربع حاجات او الفور كومبوننت اللي كانوا مكونين للسويل واساسيين للسويل. انا كان عندي اول حاجه عندي حضرتك حاجه اسمها المينرال او المعادن. المعادن بالنسبه لي ده كان الموست او اكتر كومبوننت كان موجود عندي. مين؟ المينرال. كانت نسبتها كام المينرالز؟ كانت نسبتها 45%. طب وايه كمان؟ عندي كمان يا معلم الووتر. الووتر عندي كان برضو من ضمن الكومبوننت المكونه للسويل، هتلاقي موجوده عندك 25%. طب ايه كمان؟ عندي يا حبيبي جازز. عندي الجاز. خلاص؟ كانت نسبتها كام الجاز دي يا معلم؟ نسبة الجاز عندي برضو زي الووتر 25%. طيب نمبر 4 كان عندي ايه؟ كان عندي اورجانيك. اورجانيك ماتر. دي نسبتها قد ايه؟ نسبتها 5%. بس في مشكلة؟ في مشكلة؟ كانت اورجانيك ايه؟ ماترز. خلاص؟ خش معايا على السؤال اللي بعده، يلا بينا. تعالى معايا كده نشوف السؤال نمبر 6 بيقول ايه؟ بيقول لك عندي كومبير ما بين مين ومين؟ ما بين البرايمري مينرالز وما بين السكندري مينرالز. طيب عايز تفرق ما بينهم ما بين ايه وايه؟ قال لك ما بين هاو از فورمد، ازاي اتكونت، واتس بروبرتي، عايز يعرف البروبرتي بتاعتهم وازاي اتكونت. تعالى معايا واحده واحده كده نمسكوا الحته دي. بص يا سيدي، مبدئيا كده انت عندك مينرالز او برايمري مينرالز وعندك سكندري مينرالز. البرايمري مينرالز دي هي اللي بتتكون الاول، عشان كده بالمناسبه اتسمت برايمري. طيب هي اتكونت الاول ازاي؟ عن طريق الويذرنج زي ما احنا متفقين. طيب الويذرنج ده انهي نوع فيهم بالظبط؟ قال لك اتكونت عن طريق الفيزيكال ويذرنج. الفيزيكال ويذرنج. جميل، ده مبدئيا. يبقى انا عندي بيحصل عندي فيزيكال ويذرنج بيكون لي مينرالز اسمها البرايمري مينرال. طب مالها البرايمري مينرال دي؟ قال لك مميزه في ان هي بتكون الريجولر شيب او تحديدا نون يونيفورم. في ايه بالظبط؟ في الشيب والسايز. متفقين؟ حلو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هتلاقي عندك المينرالز دي عامله بالشكل ده مثلا. خلاص؟ تلاقي المينرال ايه وتلاقي مينرال تانية جنبيها بالشكل ده. ما بيكونش عندها شيب ثابت ولا بيكون عندها سايز ثابت، فبالتالي هي irregular in shape and size. طب بالنسبه للسكندري، خليني اقول لك على سر كده ما بيني وما بينك، ان السكندري مينرالز دي هي بتتكون من البرايمري مينرالز، يعني عشان كده اتسمت سكندري مينرالز. حلو. طب السكندري مينرالز دي بما ان هي اتكونت بعد تكون مين؟ البرايمري مينرال، تفتكر هل هي بتكون بسبب الويذرنج؟ قال لك لا، اللي بيتكون بسبب الويذرنج ده البرايمري. بعد ما بيتكون بيحصل له عندي كيميكال ويذرنج او بيولوجيكال. يا بيولوجيكال ويذرنج يا كيميكال ويذرنج بيحصل لمين؟ للبرايمري مينرال. خلاص؟ فبالتالي بيتكون عندي السكندري مينرال. طب البروبرتي بتاعتها هل هي بتكون برضو نون يونيفورم؟ قال لك لا، بتكون مور سيوتبل. بتكون ايه؟ او بتكون مور ستيبل. انا اسف، هي بتكون مور ستيبل. حلو. بتكون مور ستيبل زان مين؟ زان البرايمري. في ايه بالظبط يا مستر مش فاهم؟ قال لك يعني تقدر تقول عليها ان هي يونيفورم ان شيب وان سايز. يعني عندي البرايمري مينرال مختلفه عن السكندري مينرال في ايه؟ في الشيب والسايز. وكمان عندك ان البرايمري مينرال دي اللي بتتكون الاول عن طريق الفيزيكال ويذرنج، ولكن السكندري مينرال دي بتتكون بعديها او بتتكون من البرايمري مينرال وعن طريق الكيميكال والبيولوجيكال ويذرنج. خش معايا على اللي بعده. لسه حالين. بيقول لك ايه؟ كومبليت ذا فيجر. طيب تعالى يا سيدي واحده واحده معايا. عندك الدبليو دي مبدئيا
دي واخده قد ايه؟ النسبه دي واخده النسبه دي. خلاص؟ النسبه دي كام؟ تقريبا 45%. طب هو انا كان مين عندي اللي نسبته 45% في السويل؟ اللي كان عندي نسبته 45% في السويل كان المينرالز، كانت نسبتها 45%. طب تعال نشوفوا الزد دي، الزد دي مع الواي دي تقريبا كام؟ 25%. حلو الكلام؟ يعني دي 25 ودي 25. مين اللي كان عندي 25%؟ كان عندي الووتر وكان عندي الجاز. يتبقى مين عندي؟ الاكس اللي هي 5%. الجاز دي 25 والووتر عندي كمان 25. مين اللي عندي لسه 5%؟ الاكس. مين دول؟ الاكس ده ال 5% كان الاورجانيك ماتر، كانت نسبته عندي 5%. صعب الكلام؟ خش على اللي بعد. تعالى معايا شوف السؤال ده بيقول لك ايه. بيقول لك explain water is considered an essential and the important part of soil components. هو ليه بيقول لك ان ليه الميه من العناصر الاساسيه اللي موجوده عندك في السويل او في التربه؟ اقول لحضرتك ان الووتر عندي مهمه لعده اسباب. اولهم ان الووتر عندي بتنقل عندي النيوترينتس للاورجانيزم والبلانت. يعني انا السويل عندي اللي موجوده دي لو ما فيهاش ووتر مش هتساعد ان هي تنقل النيوترينتس للبلانت ولا الاورجانيزم، فبالتالي الاورجانيزم عندك يموت. خلاص، الليفنج اورجانيزم عندك يموت، يا اما البلانت يحصل له ايه؟ يكون ان هيلث بلانت او يموت هو كمان. طيب ايه تاني؟ قال لك بتخش معايا في عمليه اسمها الديكومبوزيشن او الكيميكال والبيولوجيكال ديكومبوزيشن، اللي هو التحليل او التحلل الكيميائي والبيولوجي، ودي بتسهل لهم الووتر، بتسهل العمليه دي انها تحصل. يبقى سيادتك دلوقتي لما تيجي تكلمه هتقول له ايه؟ هقول له والله عند حضرتك عندي اول حاجه، اقول له اول حاجه عندي ان الووتر مالها؟ بتعمل ترانس بورت لايه؟ للنيوترينتس. خلاص ماشي. لمين؟ للاورجانيزم. ومين تاني؟ والبلانت. خلاص، يبقى بالتالي انا عندي الووتر ده شيء اساسي عشان اول حاجه ان هي بتنقل النيوترينتس لمين؟ جدع، للاورجانيزم ومين؟ والبلانت. طيب ايه تاني؟ قال لك ان هي بتعمل حاجه اسمها فاسيليتيتنج، يعني تسهيل. ليه يا معلم؟ قال لك فاسيليتيتنج ليه الكيميكال والبيولوجيكال ديكومبوزيشن. تمام. يبقى انا بالنسبه لي الووتر مهمه عندي ليه؟ لما يجي يسالك الووتر عندي مهمه ليه في السويل، يبقى تقول له والله ان هي بتساعدني في حاجتين. الاولاني ان هي تنقل النيوترينتس للبلانت وللاورجانيزم. الحاجه الثانيه ان هي بتساعدني على عمليه الديكومبوزيشن او الكيميكال والبيولوجيكال ديكومبوزيشن. تعالى معايا في السؤال اللي بعده. بيقول لك تاني، بيقول لك what are the factors on which the ability of the soil to retain water depends on. يعني ايه؟ يعني ايه هي الفاكتورز اللي بتعتمد عليها التربه تقدر تخلي التربه دي مالها؟ تحتفظ بالووتر ما تفقدهاش. طيب واحده واحده كده. من الحاجات اللي لازم تبقى عارفها عن التربه عشان خاطر تخليها تحتفظ بالووتر دي ايه هي؟ قال لك الجرين سايز. الايه يا معلم؟ قال لك الجرين سايز. يعني ايه الجرين سايز؟ يعني حضرتك الحبايه بتاعت الرمله دي اذا كانت الووتر تقدر ان هي تهرب ولا لا؟ ازاي؟ انا مش فاهم. قال لك بص يا سيدي، هو انا دلوقتي لو افترضت معاك ان انا عندي اهو، خلاص خدنا سيكشن كده، خلاص، ومعايا 2 سويل. حلو الكلام. واحده فيها الجرين سايز مثلا وليكن السند. السند عندي الجرين سايز بتاعه بيكونوا عاملين ازاي؟ عاملين كده. خلاص، بتكون كبيره، كورس. خلاص، كورس وايه؟ وكبيره شويه. فبالتالي بتخلي عندي حاجه اسمها بور سبيس.
ايه البور سبيس دي يا مستر؟ البور سبيس دي اللي هي المسافات اللي ما بين الجرينات. يعني انا لو جبت دلوقتي جرينه كبيره اهي مع جرينه ثانيه كبيره مع جرينه ثانيه كبيره مع جرينه ثانيه كبيره لازقين في بعض، شايف المسافات اللي في النص دي اللي من خلالها الووتر بتتحرك فيها، دي الووتر بتتحرك فيها. فكل ما كان الجرين سايز عندي عالي كل ما اصبح عندي ليكج عالي او تسريب للووتر عالي، ويصبح عندي الريتين بتاع الووتر ماله يقل. يعني ان انا اقدر ان السويل دي تحتفظ بالميه تقل. ليه؟ ما انا عندي فراغات، فبالتالي الفراغات دي او المسافات والسبيسز البور سبيسز دي كل ما اصبحت ان هي كبيره كل ما كان الووتر يقدر يتحرك فيها ويحصل له ليكج. على عكس لو انا لقيت عندي مالها فاين جرين او فاين جرين كده، ان الحبيبات مالها تحس ان الجرينات كلها صغيره، فبالتالي ايه اللي هيحصل عندي؟ اللي هيحصل عندي ان انا مش هيبقى عندي بور سبيس كفايه بان الووتر تتحرك فيها. هتلاقي مثلا الووتر مثلا كل ما تيجي تمشي هنا تخبط في جرينايه، كل ما تيجي تمشي هنا تخبط في الجرينايه، فبالتالي ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي ان نسبه الليكج عندي او التسريب يقل مع مين؟ مع نقصان حجم الجرين. يعني كل ما الجرين سايز قل كل ما الليكج كمان هيقل، فالريتين عندي يزيد ينكريز. صعب الكلام؟ يبقى انا الراجل دلوقتي كده الحاجات اللي معتمد عليها الريتين خلاص هي الجرين سايز اول حاجه. طب وايه كمان؟ قال لك كمان التمبريتشر. تاني حاجه عندي التمبريتشر. كل ما التمبريتشر عندي زاد خلاص ده معناه ان انا ان الريتين بتاع الووتر عندي هيقل. ليه؟ هيحصل عندي ايفابوريشن. ده غير اللي عندي الهيوميديتي دي لسه هخش اكلمك فيها. لكن كل ما التمبريتشر عندي كان قليل كل ما اصبح ان انا او السويل تقدر ان هي تحتفظ بالايه؟ بالووتر، تعمل عمليه ريتين او الريتين بتاعها يزيد. تعالى في اللي بعده. تعالى معايا في سؤال رقم 10 او خلي بالك قوي منه عشان ده مهم جدا، وخلي بالك ده كان ريليتد شويه بالسؤال اللي احنا لسه حالينه. تعالى شوف بيقول لك ايه. بيقول لك ان عندي الكلي سويل ار بيتر ذان مين؟ الساندي سويل. في ايه؟ في الريتيننج ووتر، في ان هي تحتفظ بالميه. قال لي بص لحضرتك دلوقتي ليه الكلام ده بيحصل؟ قال لك بص، هو انا مش لسه قايل لك ان الساندي سويل بيكون عندها بور سبيس اكبر واكتر من مين؟ من الكلي، صح؟ من الكلي سويل. طيب ليه بقى بيحصل عندي ان الكلي عندي بتريتين اكتر او احسن من الساندي سويل؟ خلي بالك من الحته دي، انا هزودها لك برضو تبقى عارفها، ان انا عندي حاجه اسمها البور سبيس اللي انا لسه شارحها لك. خلاص مالها يا عم البور سبيس دي؟ ماشي، خلينا بس نمسح دي كده ونشوف هنقول ايه. بيقول لك ان انا عندي البور سبيس مالها يا عم؟ قال لك عندها ريليشن مع الليكج. خلاص اللي هو ايه؟ التسريب، ان الووتر عندي ان هي تعرف تهرب. قال لك وان العلاقه دي او الريليشن دي بروبورشنال، يعني طرديه. يعني ايه؟ يعني كل ما حصل عندي انكريز في البور سبيس كل ما عندي انكريزنج في الليكج. كل ما اصبح عندي ان المسافات ما بين الجرينات كبيره كل ما اصبح عندي ليكج اكتر. وده على عكس مين؟ قال لك ده على عكس ان انا هيكون عندي بور سبيس مع البور سبيس مع مين يا معلم؟ قال لك مع الريتين، الاحتفاظ بتاع الميه. يعني ايه؟ قال لك ان الريليشن دي بتكون انفرس. ليه انفرس؟ قال لك كل ما اصبح عندي بور سبيس كتير كل ما اصبح عندي ريتين للووتر قليل، مش هتقدر السويل ان هي تحتفظ بالميه، الميه هتهرب منها. فبالتالي انا عندي ان الكلي سويل احسن من الساندي سويل في الريتيننج للووتر. وده عشان ايه؟ قال لك عشان البور سبيس اللي هي خلي بالك بالمناسبه اسمها عندي حاجه اسمها بيرمابيليتي. بص كده معايا اسمها ايه؟ اسمها بيرمابيليتي. ايه البيرمابيليتي دي يا معلم؟ قال لك البيرمابيليتي دي اللي هي عندي النفاذيه، ان انا كل ما اصبحت الحاجه عندي امبيرمابل يعني ايه؟ يعني ما عندهاش نفاذيه، كل ما عرفت ان هي تعمل ريتين للووتر اكتر. فبالتالي انا اقدر هنا اكلمه اقول له ايه؟ اقول له والله حضرتك ان انا عندي ان الكلي حلو. مين الكلي عندي؟ بورز
سبيس ماشي قد ايه من الساند؟ انا عندي والله ان الكلي عندي بالنسبه للبور سبيس، بالنسبه للبور سبيس الكلي والساند، الكلي عندي البور سبيس اللي عنده اقل بكتير من اللي موجوده عندي في الساند، فبالتالي البرمابيليتي عندي مالها؟ البرمابيليتي عندي عند الكلي مالها؟ اقل بكتير من الساندي سويل. فبالتالي يبقى بالنسبه لي الكلي ده ماله؟ بيتر ذان الساندي سويل في ايه؟ في الريتيننج للووتر، يقدر يحتفظ في الووتر فما يحصلش ليكج. واصله معايا؟ طب تعالى كده نرتب الكلام. بص بقى هتقول له ايه؟ هتقول له والله due to clay soil have او has less pore space than sandy soil. عايز بقى تبقى مميز اكتر، عايز تبقى مميز اكتر، خش اقول له so the permeability of sandy soil greater than clay lead to ايه بقى؟ الريتين of water in clay mineral او clay، انا اسف هي clay soil، مالها؟ بتكون better than الساندي سويل. صعب الكلام؟ انا عندي بور سبيس، بور سبيس دي كبرت فاصبح عندي بيرمابيليتي كبيره، نفاذيه كبيره للووتر يقدر يتحرك من خلالها، فاصبح عندي ريتين اقل، ما اقدرش ان انا احفظ الميه دي، فبالتالي بيحصل عندي حاجه اسمها ليكج. طب انا عندي بور سبيس اقل فبالتالي عندي بيرمابيليتي اقل، فبالتالي بقى عندي ريتين اكبر، خلي بالك، والليكج عندي بقى اقل. خش معايا تعالى في اللي بعده. بيقول لك ايه في اللي بعده؟ ركز هنا. بيقول لك ان هو الراجل جاب لي هنا ايه؟ سيكشن وبيسالك عليها. انا عندي زون ايه خلاص، وزون بي، وزون سي، وبيقول لك بقى شوف كل واحده منهم هتحط فين. طب ركز معايا واحده واحده كده. مبدئيا انا اول طبقه عندي في السويل دي كان بالنسبه لي اسمها او هورايزون، ودي كان بيتجمع فيها الاورجانيك ماتر، ماشي؟ طيب الهورايزون ايه ده؟ من هنا لهنا ده بالنسبه لي كان اسمه التوب سيرفيس. كان اسمه ايه؟ توب سيرفيس. طيب هورايزون بي، هورايزون بي ده كان اسمه السب سيرفيس. طب واخر واحده اللي هي هورايزون سي دي كان اسمها البيرنت سيرفيس. تعالى بقى واحده واحده كده نركز ونشوف الدنيا بتقول ايه. بيقول لك اول حاجه انهي واحده من دول كانت بتكونسيست mainly plant remains، بقايا النباتات that have accumulated on the soil surface and is rich in humus. هو ايه الهيومس ده يا مستر؟ لو تفتكر الهيومس ده كان بالنسبه لي الاورجانيك ماتر. الهيومس ده كان الاورجانيك ماتر. طيب مين اكتر واحد هتلاقي فيه اورجانيك ماتر انا كنت بتكلم عنه؟ ده هيبقى بالنسبه لي هورايزون ايه، اللي هو التوب سيرفيس. خلاص يبقى انا اول اجابه عندي ايه. طب اللي بعده عندي بيقول لك usually darker color than the other horizons، اكتر واحده لونها غامق عن اي طبقه ثانيه. وخلي بالك اول ما يقول لك ان هي darker color يبقى تعرف ان ده بسبب ان هي عندها اورجانيك ماتر. يبقى هي مين اللي فوق؟ جدع، هورايزون ايه. تعالى على اللي بعده. بيقول لك ان هي clay rich soil that is often less fertile retain more moisture. ان انا عندي الطبقه دي خلاص
بتحتفظ بالميه، وان هي كمان مالها بيكون كلاي ريتشي، ان هي دي اكتر طبقه فيها كلاي. اللي هي الطبقه مين اللي بيكلمني عنها؟ بيكلمني عن طبقه السب سيرفيس اللي هي بالنسبه لي بي هورايزون. صعب الكلام؟ تعالى في اللي بعده. بيقول لك it is usually lighter in color. lighter in color يعني ما فيهاش organic matter، خلي بالك. has coarser texture، مالها؟ عندها texture خشن. and has less biological activity، عندها biological activity قليل، ما عندهاش living organisms كتيرة. خلاص؟ ده معناها ان هي مش موجودة ولا هنا ولا هنا، دي موجودة فين؟ اتكلم في البي هورايزون. صعبة؟ تعالى في اللي بعده. بيقول لك it consists a cohesive and loosened rocky material، فيها cohesive و loosened rocky material، على عكس الحاجات اللي موجودة اغلبها ما بتكونش كورس، خلاص، وبتكون الى حد ما ساندي وكلي. يعني انا بتكلم عندي فين؟ في البيرنت، يعني انا بتكلم عن الطبقة السي هورايزون. طب اللي بعده بيقول لك roots don't penetrate this layer، الروتس بتاعت البلانت ليها ليميت ان هي تنزل فيه. لو خدت بالك انا عندي الروتس هنا بتبدا تنزل من اول الاو او من اول الاو اللي هي الاورجانيك ماتر لاير عندي، بعد كده تخش على التوب سيرفيس، بعد كده توصل للهورايزون وما بتكملش حتى لاخر الهورايزون. يعني انا بالنسبه لي السي هي اللي مش موجود فيها او ما بيوصلش فيها الروت بتاعت البلانت ده. صعب الكلام؟ في مشكله فيه؟ اتمنى ان انت تكون فهمت وتبقى راجعت معايا مراجعه سريعه كده على اول درس في السويل عندك شابتر 3، ولسه بعد كده هنزل لك الفيديو اللي وراه، فيديو حل الاسسمنت بتاع ويك 10. كمان ما تنساش ان انت تتابعني عشان خاطر انا هنزل لك اسئله باجاباتها تبدا تحل عليها وتراجع معايا واحده واحده. وما تنساش ان انا عامل لك مراجعه للمنهج كله في اقل، بص انا هسيبها لك مفاجاه، انا عامل لك مراجعه ما حصلتش، مراجعه عشان انا عارف ان انت طالب مزنوق، وعارف ان انت هتفضل مزنوق، وان انت يا عيني بقى مع لسه بقى مش واخد بقى يعني على لسه اولى ثانوي وبتاع. بس ما تقلقش، اخوك اكرم جنبك وهيظبط لك الدنيا كلها مع الزتون. مش عايزك تنسى تعمل متابعه وتبدا تشوف الفيديو ده كويس وتركز وتشوف الفيديوهات اللي جايه، ومستنيك. سلام.